ما حطش اي اعتبارات دينية ولا اخلاقية ولا تربوية. ما ايه ده؟ القصة يعني مش في السويس ولا اللي حصل في كرداس. أنا عايزة أقولك إن أغلبنا حصل مشاكل كتيرة غير معلنة. أغلبنا اللي دخل المحاكم، اللي حصل مشادات كلامية بينه وبين المؤجر، اللي هدد، اللي استخدم القوة البدنية، اللي استخدم القوة اللفظية. أنا عايزة أقولك إن في ناس، بما ان المفروض كانت الناس حبايب بقى واصحاب وعشرة سنين والحوارات اللي طلعت كلها فيك دي، في ناس بدأت تستخدم اسرار الناس في ان كل واحد يلم نفسه عن التاني. الوضع وصل لايه؟ ففكرة بقى السويس وغيره، طب دي كلها حاجات معلنة. عايزة أقولك اللي غير معلن أسوأ وأسوأ، لأن اللي ظهر باين اللي في الضمير، والراجل اتصور وسبحان الله جاله حقه وكرامته. لكن في حاجات تانية ما بتتصورش. فكرة بقى ان انا اقعد اشنع عليكي واتكلم عليكي وهددك علشان ارجعك لمكانك واقفك عند حدودك بالاسرار اللي عندي ليكي. فكرة ان لا ده انا فلان يبقى عمي وابن مش عارف مين يبقى خالي، وبلطجة قدام بلطجة ولسان قدام لسان. تقريبا ما حدش فينا ما اتحطش في الموقف ده. لسه مستأجرة كانت عندي وبتقول لي ان هي منفصلة انفصال غير رسمي عن جوزها، وجوزها قاعد في شقة تمليك. واضح ان المؤجر عارف، فبدأ يهددها ان هو عارف ان جوزها وعقد الايجار باسمه ان هو قاعد في شقة تمليك. طب ما انت عارف ان الست منفصلة عنه وقاعدة في الشقة عندك، يعني انت خد ايجارك وخلاص، سيب الست بقى في حالها. ما هو فبدأوا احنا فعلا يستخدموا لا الاسرار. لا، وكمان احنا كده بنتكلم في تربيات. ما هو بصي، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، مم. وستاتنا وشرفها وبناتنا وعرضها ليس منا من لم يحنو على صغيرنا. واللهم نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، الرجالة اللي كل يوم والتاني بتتقهر قدام ستاتها وقدام بيوتها. لا، هي مهزلة بكل ما تحمله الكلمة. يعني مش غلا ومش أسعار، مش كل حاجة، كمان الناس اتفضحت وسترها اترفع. ومش بس كده، في ناس دلوقتي أنا شايفاهم قدام عيني بطبيعة شغلي، الناس بدأت تتعامل بغير طبعها وبغير أخلاقها لأنها اتجبرت على كده. ما هو اللي قدامك مش راضي يترضع، لا أصول جايبة سكة، ولا عشرة جايبة اه. سكة، ولا أي حاجة جاية بأي حاجة. هي البلطجة فبتغيري وقلة طبعك الأدب علشان تقاومي اللي بيحصل. ما هو هتعملي ايه طيب؟ ما انتي اتعاملتي بالاصول مش جايبه نتيجه، اتعاملتي بالمعروف والعشره ومش جايبه، هتتعملي ايه طيب؟ هتتعالوا الدنيا على قفايا؟ مم. اكيد لا طبعا. هتضطري ان انتي تتعاملي بنفس السياسه، سواء بقى قدرتي عليها، سواء بقى زي ما قلت لك بقى حد عنده حد جابهوله مهازل. مم. وانا شايفه ده قدام عيني. فتقريبا يا استاذه سمر، الغير معلن اكتر بكتير من المعلن. هو كده لعلمك، انت لو واخده بالك ان هتلاقي ان كل مثلا فتره، كل ما حادثه تهدى شويه تقوم تحصل حادثه تاني طالعه للعلن. كل ما الناس تهدى مم. هتنسى الحادثه القديمه شويه تقوم طلع حادثه تانية ظاهره للعلن. موضوع القانون ده تقريبا احنا بنتكلمش في 3 4 شهور، شوفي حوالي ازيد من 20 حادثه. كل ما حاجه صحيح. بتتنسي شويه بتقوم حصل حاجة أسوأ من اللي قبلها. وإن كان أنا مش شايفة بصراحة في أسوأ، في ناس اتقتلت، في ناس ماتت، في كرامات بالظبط. رجالة بتتهان قدام عيالها وقدام بيوتها وقدام ستاتها. طب هيرفع عينه ازاي في بنته أو في مراته؟ ازاي طيب؟ في الشارع، في الحتة، يعني انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعة؟ ما هو الفتنة نائمة ألعن الله من أيقظها. فأنا عايز أقولك إن أنا صحيح. في بعض صحيح. المؤجرين كنت أعرفهم ما كانوش يتجرؤوا يطلبوا فعلا أي مبلغ لسبب واحد، إن هو عارف هو خد إيه، عارف إن المستأجر ده هو كمان دفع إيه. فما كانش يقدر يطلب أصلا، إن هو عارف هو دفع إيه. في مؤجرين لحد النهاردة أصلا مش قادرين يتكلموا مع المستأجرين بموضوع الزيادة، لأنهم عارفين إن كل عقاراتهم كلها غير قانونية وأوراقهم مش موجود. وعارفين إن لو بدأنا نخوض وهات، عارفين إن هم هيخشوا في متاهات هم مش قدها. فاللي هو اللي خلانا مم. استحملنا سنة واتنين وعشرة وعشرين نستحمل السبعة كمان، فمش اه، هنفتح دي انا بقنا. عارفه. مم. بس ده حصل معايا. ايه، المؤجر ما خدش منك الزياده؟ انا لا، دفعت في المحكمة، ولما جيت دفعت الباقي، دفعت الفروق، ما قدرش يفتح بقه معايا. هو ورقه مش مظبوط، يعني هو ما عندوش ورق مسجل، ما عندوش ورق وايه؟ في اللي بقى ورقه مش مظبوط،
وفي اللي مش عارف مش عايز يتعرف عنه حاجة، لأن طبعا لو اتعرف عنه حاجة يعني انت عارفة بقى العقارات، القانون الضريبة العقارية وغيره وغيره. وفي اللي ماشي يقولك اه. خلاص اللي يخليني استحملت كل ده ومحدش عارف عندي جنيه ولا 10 ومقفل على نفسي، مش عايزه يبان. وصل لك انت الفكرة، مم. محدش استهبل بصراحة يعني من الآخر. انا عندي زمايل محامين بيقولوا لي ان في ناس كتير ما راحوش خدوا الاجره من الاجراء بتاعتهم من المحكمه، لانه عارف اللي هيحصل. انا مم. نفسي النهارده السنه خلصت وما جاليش انذار عرض بان هو عايز يطلب الاجره بتاعت السنه اللي بتاعت بدايه السنه، والفلوس محطوطه في المحكمه. ده كله ان ده اللي دل على ايه؟ على انها اصلا هي معكوكه. فكره القانون جرى على العك بزياده، القانون ما صلحش حاجه، هو بوظ القانون المصالح. عكها بزياده. منصه، لو حد قدم على المنصه طالب الرقم القومي للعقار، يجي يقول لك طب ماشي انا هقدم يا سيدي واسيب لك الشقه، اعمل رقم قومي للعقار وخد وهات وطحن في النص. انت النهارده حتى قلت تمام امين هروح اقدم، طب هات بقى يا صاحب العقار بقى كذا وكذا وكذا، هيقول لك لا. طب مم. انت بقى النهارده عايزني اديك العقد وفي نفس الوقت انت مش عايز تديني الرقم القومي للعقار ومش عايز تروح تثبت العقار، وخد وهات وخد وهات، واخر مهزله واخر فوضى. ده اللي انا بوصله، الغير معلن يا استاذه سمر عن واقع حد عايشه كاخصائيه تربيه خاصه، بتجيلي حالات كتير. مم. وهنا انا نفسي كحاله، لا الغير معلن اكتر واسوأ بكتير من المعلن. طبعا كل واحد ماشي عشوائي بقى، قال لك الحكومة ماشية عشوائية، احنا كمان. من امن العقاب اساء الادب. يقينا يقينا كل اللي عمل اي حاجه ده هو يقينا كان متوقع ان هو مش هيتحاسب. لكن لو في حد للحظه فكر بس ان هو هيتحاسب، ما كانش حد اتجرأ بالشكل ده. كان هي بابا الله شبه يرحمه كان كان مم. يقول لي الارض عرض. فاحنا هنا برضو تعتبر السكن ده زي العرض، ولا انا برضو اتربيت غلط، ولا انا فاهمه غلط؟ لا 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 لا، ده منطق عند المصريين طبعا. ده منطق عند المصريين، وعشان كده المجندين بتوعك لما بيروحوا الجيش، عشان ده منطقهم وده تربيتهم وده سلوكهم، تبصي تلاقيهم والخير جنود الأرض حلو. منين، ما هو يبقى من انت النهارده جاي تقرب عقيدة ناحيه دي. عرضي. بالظبط، يبقى كلام، يبقى انا كده بابايا الله يرحمه يحسن ايه كلامه سليم وتربيته لينا سليمه ان الارض عرض، صح كده؟ يبقى انت صح النهارده كده صح. جاي تقرب ناحيه العرض، متوقع هقول لك ايه؟ هقول لك اتفضل. زي اللي حضر العفريت يصرفوا، يا العفريت هيطلع عليهم في الآخر.